بعد الانقلاب العسكري في النيجر انكشفت الكثير من الأغطية الأوروبية. انكشف الستار الذي تسعى أمريكا وفرنسا من خلاله لاستغلال ثروات تلك البلاد. ومع إعلان أمريكا وفرنسا إمهال القادة العسكريين في النيجر 7 أيام لحل الأزمة والتراجع عن الانقلاب، بدأت دول إفريقيا تصطف إلى جانب قوات النيجر. جيش النيجر يستعد، وقاعدة أجاديز الأمريكية في مرمى نيرانه. فهل ستخط أمريكا خطواتها نحو النهاية في إفريقيا؟ وخسائر أوكرانيا تتزايد، وترامب يلاحق قضائيا، فهل سيتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ انكشاف غطاء أمريكا بانقلاب النيجر، وتهديد النيجر لأمريكا، وترامب يواجه لائحة اتهامات جديدة. بعد أن أعلن قادة الانقلاب العسكري بقيادة عمر تيشاني القائد في الحرس الرئاسي انقلابه على النظام الحاكم بزعامة محمد بازوم والمدعوم من قبل فرنسا التي تسيطر على البلاد لاستنزاف ثرواتها وخيراتها من اليورانيوم والكهرباء التي تضيء المفاعلات النووية الفرنسية هناك، إلا أن قرار فرنسا وأمريكا الأخير بإهمال القادة العسكريين في النيجر 7 أيام للتراجع عن الانقلاب وإعادة بازوم للحكم، إلا أن الدول الإفريقية بدأت تتوالى في الإعلان عن وقوفها بجانب النيجر. فمالي وبوركينا فاسو ونيجيريا والجزائر أعلنوا انضمامهم لتحالف إفريقي من أجل تثبيت دعائم القادة العسكريين في النيجر. كما أن جيش النيجر بدأ يرنو بأبصاره نحو قاعدة أجاديز للمسيرات الأمريكية في بلاده، حيث تعد هذه القاعدة الجوية أكبر قاعدة للمسيرات في العالم، وتقوم من خلال أمريكا بأعمال التجسس ومتابعة التحركات العسكرية ورصدها في تلك المناطق البعيدة من خلال مسيراتها. ويعد التهديد أو التلويح بالسيطرة على تلك القاعدة من خلال جيش النيجر بداية لما هو قادم، حيث يتوقع خبراء انضمام فاغنر أو الجيش الروسي إلى النيجر وحلفائها في مواجهة أمريكا وفرنسا. وعليه قد تضطر أمريكا للتراجع عن السيطرة على النيجر في خطوة روسية بدت وكأنها محاولة لاجتثاث جذور الغرب من غرب إفريقيا. وحذر الحكام العسكريون في النيجر من عواقب أي تدخل عسكري أجنبي. وقال متحدث عسكري إن بعض الشخصيات في نظام بازوم تسعى بالتعاون مع بعثات دبلوماسية أجنبية إلى المواجهة، مضيفا أن ذلك لن يؤدي إلا إلى قتل النيجيريين. يأتي ذلك في ظل إعلان الجزائر عن دعمها للقادة العسكريين في النيجر، وهو ما قد يعد بداية للتمحور الروسي في المنطقة، خاصة وأن الجزائر مدعومة من روسيا بشكل كبير، حيث إن زيارة تبون إلى العاصمة الروسية موسكو وعودته محملا بالكثير من صفقات الأسلحة والمعدات الروسية خير دليل على أن تحركات تبون في المنطقة ليست سوى تحركات روسية أيضا، واستهدافا للمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة. ويرى خبراء أن دعم الجزائر للقادة في النيجر بداية لتوازن القوة في المنطقة، خاصة وأن الدول التي سندت النيجر مثل مالي وبوركينا فاسو أعداد جيوشها ضئيلة للغاية، وبالتالي لن تتمكن من الوقوف في وجه فرنسا وأمريكا. لذا دخول الجيش الجزائري والذي يحوز المرتبة الثانية على مستوى إفريقيا بعد الجيش المصري سيؤدي إلى توازن القوى في تلك المنطقة. وفي اجتماع طارئ الأحد منحت المجموعة أسبوعا واحدا لسلطة الانقلاب من أجل إعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى موقعه وإنهاء الانقلاب، كما فرضت عقوبات مالية على قادة الانقلاب، وجمدت المعاملات التجارية والمالية بين دول المجموعة والنيجر، وفرضت حظر سفر على الضباط المتورطين في الانقلاب. وحذرت المجموعة من استخدام كافة الإجراءات بما في ذلك استخدام القوة لإعادة النظام الدستوري. كما أغلقت دول المجموعة جميع الحدود البرية والجوية مع النيجر. منذ إعلان الوساطة التشادية تواترت ردود الفعل، وبعضها انتقادات،
يا للفضيحة، في إرسال انقلابي للتفاوض مع آخر لترك السلطة. أي خطة هذه؟ هذا ما كتبه الصحفي المالي مالي كوناتي في تغريدة على تويتر. ومنذ سنة 2021 خلف محمد إدريس ديبي إتنو والده الجنرال إدريس ديبي إتنو الذي قتل في ساحة المعارك ضد المتمردين بعد أن قضى 30 عاما في السلطة. بدأت الوساطة التشادية بعد اجتماع لمجموعة إيكواس أعلن خلاله عن عقوبات صارمة ضد النيجر، بينها إغلاق الحدود الجوية والبرية وتعليق المعاملات التجارية والمالية وتجميد أملاك الانقلابيين وعائلاتهم ومنعهم من السفر. وفي أوكرانيا فرضت وحدات من قوات غرب التابعة للجيش الروسي سيطرتها على 8 معاقل محصنة للقوات الأوكرانية في منطقة كيزموفسكي بجمهورية لوغانسك الشعبية في غضون 3 أيام. أعلن ذلك رئيس المكتب الصحفي لهذه المجموعة سيرغي زيبينسكي، وقال: خلال 3 أيام من العمليات الهجومية على اتجاه كوزيموفسكي استولت فصائل هجومية من المشاة الميكانيكية تابعة لجيش الدبابات الأول على 8 معاقل و4 ملاجئ محصنة، وتم خلال ذلك القضاء على 3 أطقم مدافع رشاشة وقتل عناصر حوالي سرية مشاة كاملة من اللواء الميكانيكي رقم 32 ولواء المظليين رقم 25. بالإضافة إلى ذلك وجهت المروحيات الحربية الروسية من طراز كا 52 ومي 35 وكذلك القاذفات من طراز سو 25 ضربات مركزة ضد تجمعات لمعدات وعناصر اللواء الآلي رقم 14 بالقوات الأوكرانية. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية تنتظر المرشح الأبرز فيها ترامب الرئيس السابق لائحة اتهامات قد تمنعه من الدخول في ماراثون الانتخابات. وقالت وسائل الإعلام إن الهيئة التابعة للقاضي جاك سميث أعادت لائحة اتهام مغلقة ضد فرد لم يذكر اسمه في تحقيق متعلق بالانتخابات، وأشارت إلى أن لائحة اتهام ترامب تتضمن 4 تهم بالتآمر لارتكاب الاحتيال والتلاعب بالشهود والتآمر لعرقلة الإجراءات الرسمية والتآمر على حقوق المواطنين. وكان الرئيس الأمريكي السابق قد قال إنه علم أن لائحة اتهام جديدة ستوجه له. ورفضت المحكمة طلبا للرئيس السابق بشأن استبعاد مدع عام في التحقيق في انتخابات جورجيا واقتراحه بإلغاء التقرير النهائي لهيئة المحلفين الكبرى ذات الأغراض الخاصة.